حبيتي تحطي لي جام هذا الامر يفرحني، ما حبيتيش خذي راحتك يا عمري، المهم تكوني انت مرتاحه وتستنفعي بالوصفه. نبداو بسم الله. عندي حبه تاع بيض مع نص كاس تاع سكر، نخلطهم مليح البنات حتى حبيبات السكر يذوبوا لي هكذا. نحس باللي اللون تبدل شويه تاع هذاك البيض، رجع يعني الصفار رجع ابيض من الخلاط. نزيدوا له نص كاس تاع زيت، من بعد نزيدوا نص كاس تاع حليب. يعني هنا المقادير مضبوطه، حبه بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، نص كاس حليب. خلطتهم مليح. دوك رايحه نحط المواد الجافه. اول حاجه رايحه نحط ملعقه ونص تاع لافاني، رشه تاع ملح، ورايحه نحط عليهم ملعقه كبيره تاع كاكاو بني مر، مع كاس تاع فارينه يكون معمر ممسوح، كيس تاع خميره الحلويات. نغربلهم ونخلطهم هكذا. انا دائما نقول لكم البنات كي ديروا الفارينه دائما ما تخلطوش بزاف، غير تولي الفارينه ما تبانش مع السوائل، حبسوا التخلاط. ها هنايا رايحه نحبس التخلاط. وجبت سنيوه فيها 25 على 30 سنتيمتر، هذيك اللي دائما نخدموا بها البنات. دهنتها بالمارغرين، ما عندكمش مارغرين تقدروا ديروا الزيت، لكم الاختيار. وفرشت كامل هذاك الخليط هنايا، ورايحه ندخلو الفرن يطيب على 180 درجه حتى يتحمر من تحت. نزيدو نشالو له فقط ينشف شويه من فوق ونطفولو. وجيت باش ندير خليط رائع اللي رايحه نشرب به هاد الكيكه ولا هاد الوصفه، يجي بزاف بنين. فيه كاس معمر تاع حليب، رايحه نطيب قهوه حليب هكا في البراس مع قهوه اروما، تجيب بزاف بنينه كيما على بالكم قهوه اروما بنينه وثقيله يعني، ومن ريحتها هايله. يعني كي تكون تطلع هكا الريحه من اروع ما يكون. وديك خطره البنات كي درت لكم هكا قهوه حليب طيب في البراس، بزاف منكم خافوها، قالوا لي نخافوا لا عود يعني كش ما يصرى حاجه ولا البراس كش ما يصرى لها. نقول لكم ما يصرى لها والو، انا سائر الايام كي تتفح لي في قهوه حليب بهذه الطريقه نطيبها هكا في البراس ونشربها. كما شفتوا البنات رايحه نخليها تطيب عادي جدا ونطفي عليها. يعني ما تخافوش البراس ما يصرى لها والو، فقط ملاحظه ديروا الحليب اللي يكون مغلي هكذا البنات، ما ديروش الحليب اللي ما يكونش طايب. وجيت هنا حطيت 3 كيسان تاع حليب، حطيت لهم كيس تاع فلون ذوق شوكولا. رايحين نديروا واحد الكريمه تاع الفلون يا البنات رائعه. نحط لها 3 ملاعق معمرين مليح تاع مايزينا، هذه الملعقه الاولى الثانيه والثالثه فوالا. ورايحه نجي باش نحط 2 ملاعق كبار تاع السكر، وزدت شويه فوق 2 ملاعق. هذه الملعقه الثانيه زدت كميه صغيره برك، ها قولوا 2 ملاعق البنات فوالا هكا. نخلطهم بارد في بارد، نروح نحطهم على النار. فقط انا كنت نسيت هنايا الملعقه الكبيره تاع الكاكاو، دوك نعاود نحطها. ها هي جيت باش نوريها لكم باللي ضفت ملعقه كبيره تاع الكاكاو. ودائما يا البنات ناكد ونعاود على انه اي حاجه فيها الكاكاو اذا كانت عندكم نوعيه الكاكاو ماشي شابه صدقوني حتفسد لكم كامل الوصفه. اختاروا نوعيه الكاكاو اللي تكون شابه. حطيت هذيك الكسرونه على النار، غلات، عقدت، طفيت عليها وجيت حطيتها هكا في صحن. رايحه نحط له غلاف بلاستيكي لازم يلامس هذا الخليط ونخليه يبرد بجيه. هنا شوفوا البنات الطبقه الاولانيه كي طابت وبردت، والقهوه ثاني البنات طلعتها طابت وبردت، يعني في زوج كانوا باردين. رايحه نجي باش نشرب. فوالا البنات هذه الكيكه شوفوا لي هذيك الهشاشه اللي فيها وين تعرفوها يا البنات كي تكون يعني تتشرب بالخف. هذيك كميه السوائل اللي نحطوها لها تعرفوا باللي
يعني هذيك الكيكة ولا الحاجة اللي رانا نخدمو فيها إسفنجية. شوفوا غير نحط لها يعني كمية سوائل راهي رايحة تتشربها. راني نعاود نأكد لكم باللي الكيكة تكون باردة والقهوة تانيت باردة. ورجعت لهاد الكريمة بعد ما بردت وجمدت. شوفوا لي البنات انا هنا نقصت منها شوية، حسيتها كمية كبيرة، نقصت شوية عادي جدا. ها تحبوا ديروها كامل ديروها. خديت الخلاط الكهربائي خفقتها غير شوية ودرت لها نص كاس تاع بودرة شونتيي، ونقعد نخلط فيهم حتى نتحصل على كريمة تكون خفيفة. هاكا نبقى نخلط ونعاود حتى نتحصل على قوام يكون كريمي. ورايحة نضيف فقط هنا رشة صغيرة تاع الملح باش توازن لي في الذوق تاع الكريمة وما تجينيش صامتة. هاي نكمل نخلطها. صدقوني يا البنات هاد الوصفة تجي بنينة رائعة وخفيفة. يعني ماشي دايما نديرو حلوى جافة ولا نديرو حاجة اللي تشد اليد نطبعو ونطيبو. هذه على خطرة في السنيوة وانتم تهنيتو. حطيت انا هذيك الكريمة هنا في لابوش ورايحة نفرشها عادي. في البداية شوفوا البنات كنت رايحة نوزعها بهذه الطريقة ونبدا يعني نمشي فيها بالعقل. من بعد قلت هيا حطيها كامل هكا في يعني في السنيوة ومشي بالمغرفة عادي جدا. ها مع السخانة ومع نحبو حاجة سهلة بسيطة. شوفوا لي البنات هذيك الكريمه تاع الفلون شحال تجي شابه، تجي رائعه. نزيد ناكد ونعاود على نوعيه الكاكاو اللي تكون شابه تعطيكم وصفه رائعه. وكتزيين انا عندي خطوط تاع شوكولا. شوفوا البنات هنايا كي ديروا الشوكولا، انا هذه حوالي 50 غرام شوكولا ذوبتها في حمام مائي، ضفت لها شويه تاع حليب سخون وقعدت نخلط فيها هكا باش ما تجمد لكمش بالخف وتخليكم تزينوا في خاطركم. وكما تعرفوا التزيين الجزائري المعروف روح ورواح، خط هك وخط هك، وكانت معنا الوصفة واجدة. السخانة ديروا حاجة اللي تكون سهلة بسيطة توجد بالخف. وهاي لك وصفتنا، أكيد عاودوا دخلوها الفريجيدر خلوها تبرد مليح باش تقسموها. هذه يعني مفروغ منها مع السخانة اللي رانا فيها، حدث ولا حرج. فوالا البنات شوفوا لي كيفاش تجي من أروع ما يكون، رائعة هذه الوصفة. شوفوا لي هنايا كيفاش تجي عندها قوام رائع. هذيك الطبقة الأولانية تجي مشربة بقهوة حليب، واش نقولكم تمد لها واحد البنة مع الطبقة الفوقانية بكريمة الفلون. واش نحكي واش نخلي، جربوها غاليتي، وصفتنا بزاف رائعة. شوفوا كيفاش تجي، ملي تحب الحاجة مشربة بزاف يعني تقدر تعمر البلاس مليح وتشربها. انا هنا جات عادية متوسطة، اللي تحب حاجة بزاف مشمخة تكثر شوية قهوة حليب وتديرها وتشربها. السلام عليكم ورحمة الله غالياتي. في فيديو جاي ما تنساش باش تبارطاجي الوصفة مع العائلة والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقول لك حبيبتي إذا حبيتي تحطي جيم لهذا الفيديو يسعدني، ما حبيتيش خذي راحتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غالياتي. في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.